يا صباح الخير. النهارده زي ما وعدناكم في الحلقه اللي فاتت لما قلنا السكن من حق الجميع. النهارده وعدناكم ان احنا هنعمل مجموعه فيديوهات مع واحد من اعظم الخبراء الاستثماريين العقاريين في الامارات وخصوصا دبي. النهارده هنكلمكم وهننصحكم وهنقول لكم كل المعلومات اللي بتهم كل الناس وكل الاسئله اللي جات لي، وهنعرفكم في مجموعه من الفيديوهات. بس هنبداها النهارده مع واحد من اهم الخبراء الموجودين في السكن في دبي والاستثمار العقاري. هنقول له استاذ ملهم. يا صباح الخير. يا صباح الخير أستاذ استاذ عمرو، منى، ازي كيفك؟ شو حضرتك؟ أخبارك؟ اولا احنا متشكرين جدا انك استقبلتنا في مكتبك، أهلا اول حاجه. وسهلا فيك. بالعكس حاجه احنا سعداء جدا بزيارتك، وأنت اللي شرفتنا في مكتبنا المتواضع. ربنا يخليك، ربنا يزيد. دي حاجه. أهلا الحاجه وسهلا التانيه، فيك. متشكرين جدا جدا على الوقت اللي خصصته لنا والوعد اللي وعدته لنا انك هتعمل معانا مجموعه من الحلقات عشان نعرف الناس كل الاسئله اللي بيهتموا بيها احنا ويسالوا عنها. جاهزين وبخدمتك إن شاء الله، وإن شاء الله نقدر نوصل المعلومة الصحيحة، لأن أنت عارف الأيام هاي المعلومات كثيرة وفي ده حقيقي. معلومات متضاربة، وفي ناس كثير بتطلع على السوشيال ميديا بتحكي معلومات أحيانا صحيحة أحيانا مش صحيحة. احيانا مبالغ كمان فإحنا فيه. دائما بناخذ العوامل الرئيسية في الأمور هاي، وبنحاول دائما نحلل بياناتنا، ندرس المناطق، ندرس المشاريع نفسها، ندرس العقار نفسه اللي نقدر نعطي الإجابة الصحيحة. احنا هناخد مجموعة منك وناخد وقتك بعد اذنك عشان ننصح الناس ونحاول ان احنا نستفيد ونفيد الناس معانا اللي حابين يسكنوا او يستثمروا في الوقت. إن شاء الله نكون قادرين، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك في الموضوع هذا. السؤال الاولاني واللي جالي منه كتير جدا، ناس كتير جدا سألوني حوالين العالم كله. احنا الحمد لله عندنا اصدقاء حوالين العالم تقريبا، معظمهم في الشرق الاوسط ولكن كمان في معظم مدن العالم. اللي هو ليه في دبي؟ ليه اجي اسكن او استثمر في والله دبي؟ أنا توقعت تسألني هذا السؤال، لأنه آه، المشكلة ليه دبي؟ يعني حتى عنا والفريق الموجود عندنا يوم يكون يتكلم مع الكلاينت أو حتى مع المستثمر، فبسأل نفس السؤال، حاول اقنعني ليش أنا بدي احط احط في فلوسي او دبي استثماري في او اجي دبي اسكن هنا. او في الامارات ككل، سواء دبي ابو ظبي او راس الخيمه. إيه. بصراحه انا بالنسبه لي شخصيا، وهذا رايي الشخصي، بتوقع انه راي الملايين. اليوم في عنا عامل الامن والامان اللي موجود آه، في دوله الامارات العربيه المتحده. ده حقيقي. بصراحه ومع احترامي لكل الدول اللي موجوده ولكل الدول العريقه اللي اعمارها مئات السنين يعني، ولكن اليوم انا واحد من الناس بنام باب بيتي مفتوح، ما شاء الله. ما بحكي الهم وما بخاف يعني. ده حقيقي. فاليوم ما شاء الله ما شاء الله التنظيم، الأمن والأمان وسرعة الاستجابة، هذا أهم نقطة موجودة لدى المستثمرين. يعني في شغلة بيتكلموا فيها كتير، إنه you are far away from the risk zone. دائما بيطلعوا على الريسك فاكتور وين موجود. فهم دائما المخاطرة اللي موجودة فيه. بيحاولوا يبعدوا عن أي أماكن فيها مخاطر عالية. نعم. فالحمد لله هاي أهم نقطة، وأكثر نقطة لجذب المستثمرين استثمار. وحتى المقيمين. طبعا. النقطة الثانية اللي بتكلم فيها اللي هي التطور السريع. أنت بجوز ملاحظ ده حقيقي. التطور اللي صار في إمارة دبي وفي دولة الإمارات ككل. في خلال 30 سنة اللي مضوا تطور سريع جدا، ولكن تطور مدروس، نعم. تطور بإتقان، سواء على شبكة الطرق، شبكة المواصلات، أماكن الترفيه، آه، يعني والمجمعات السكنية الجديدة. نعم. المجمعات السكنية الجديدة اليوم ما بتخليك تضطر انك تطلع من الكوميونتي تبعتك. كوميونتي في كل حاجة تقريبا، صح. الكوميونتي كل شيء متوفر فيها، نعم. سواء على القطاع الصحي، التعليمي، الترفيهي، المشتريات، السوبر السلعات، ماركت، كل السلع شيء. انت المناطق محتاج. كلها مخدومة، حتى عدم المؤاخذة مم. بمحطات البترول بتكون جنبك. نعم. انت مش مضطر انك تروح مكان بعيد حتى تعبي بترول. وزي ما حكيت لك يعني، الأمور الثانية والنقطة المهمة الثالثة اللي هو العائد الاستثماري. ايوه. يعني دائما الناس بتسأل إنه أنا بدي أشتري البيت الفلاني، بدي أشتري البناية الفلانية، أو حتى مشاريع الأوف بلان. أول سؤال بسألك اللي إياه تحت إنه الانشاء. شو العائد الاستثماري؟ مم. العوائد الاستثمارية اللي موجودة اليوم في الإمارات صراحة هي تعتبر دبل عن العواصم اللي ذكرناها من أول، وعواصم عريقة وزي ما حكيت لك أعمارها مئات السنين زي نيويورك وسنغافورة ولندن. يعني لو ناخذ مثال بسيط،
على لندن اليوم 2 3 و4%. 3% عادي استثماري سنة. احنا اليوم اقل منطقه في دبي 7 6 ونص 7، ما شاء الله. وبتراوح العائد الاستثماري ما بين 7 ولغايه 10 طبعا حسب العقار وعمر العقار، ميزات العقار، اطلاله العقار وين على البحر، واجهه بحريه مش واجهه بحريه، فعلا توصل ل 10%. واليوم لاحظنا في بعض المطورين، تخيل اوف بلان، انت بتشتري الشقه بعدها قيد تحت الإنشاء. تحت الإنشاء إيه؟ قيد الانشاء. قد الإنشاء. اعطيك مثال بسيط، اشتريت الشقه اليوم ب 2 مليون، اول ما تخلص العقد مع المطور من دي 1 تعتبر شقتك مأجرة في 10% من ثمن شقتك. في عائد استثماري من بعد ما نعم. تمضي العقد مباشرة، في بعض ولغاية الزكاة بتاعها. 10 سنين مع إعادة الشراء، مهم. بيرجع المطور نفسه بيشتريها منك لو أنت الآن. ما عنديش مشكلة. هو بيضمن لك إنه يرجع الكابيتال تبعتك خلال 10 10 سنوات سنوات. وشقتك موجودة، لو حبيت تبيعها هو بيشتريها. يعني بعد 10 سنوات أنت عندك شقة ببلاش. ما أتوقع إنه في بلد بتعطي الميزات هاي صراحة. ده حقيقي. احنا النهارده لحد كده مش هناخد وقت منك اكتر من كده. متشكرين جدا على كل المعلومات اللي قلتها لنا، بس بوعد ان احنا هناخد، لان لسه في حاجات كتير عايزين نسال عليها. أنا معك، بالعكس وعد إحنا ان شاء تكلمنا الله. بنقاط مهمة، مهمه بس سريعه. ولكن في امور كتير 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 ممكن نتكلم فيها، وان احنا شاء الله انا معاكم. عندنا استفسارات، انا عندي استفسارات كتيره جدا، بس مش عايز اعطيك اكتر من كده ومش عايز اطول في الفيديو، لكن توعدنا ان شاء الله ان في اقرب فرصه نعمل فيديو جديد عشان نسال بيه الاسئله. احنا بنتشرف فيك زي ما حكيت لك استاذ عمر باي وقت، شكرا ليك واحنا جدا. جاهزين معك، ونتمنى خلال الحلقات القادمه نقدر نوصل المعلومات كامله لمستثمرينا ان شاء الله. عايزين وللكلاينت معلومات وعايزين ترشيحات وللجمهور اللي عندك كمان. حيكون في ترشيحات، عايزين اكيد معلومات وعايزين ترشيحات من عندك حيكون في عشان كلنا ترشيحات، بنثق في رايك. وما تقلق حيكون في استاذ ترشيحات كله ان وحيكون في فرص كمان شاء الله. نقدمها من خلال الاستضافه معك. طب ده شيء جميل جدا، كمان هناخد فرص وعندنا كمان ترشيحات. نشكر الاستاذ ملهم، اشكركم جدا على المتابعه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كانوا كلمتين من القلب. سلام عليكم.